بنشوف بنت موجودة في أوضة ضلمة وبتحاول تفتح الباب علشان تهرب من البيت، وبيكون معاها بنات تانيين محبوسين زيها وبيطلبوا منها تاخدهم معاها، ولكن البنت بتحس إن في حد جاي فبتهرب بسرعة وبتروح لواحدة اسمها كريستين واللي بتكون شغالة في دار نشر، وبتبقى موجودة في اجتماع مع صديقتها آني علشان يناقشوا الرواية الجديدة اللي المفروض إنها تطبع الفترة اللي جاية. وآني بتشرح لكريستين ملخص الرواية واللي بتبقى عن بنت اتخطفت من أهلها زمان وبترجع لهم لما تكبر، وآني بتكون متفائلة بالرواية دي جدا وحاسة إنها هتنجح، على عكس كريستين اللي بتقول لها إن النهاية سعيدة جدا لدرجة إنها مش واقعية وإن مفيش طفل اتخطف بيرجع بعد كل السنين دي، لكنها وافقت على النشر علشان تكون مجرد بصيص أمل للأهالي. وكريستين بتخلص شغلها وبتروح بيتها علشان تنام، وفي نص الليل بتحلم ببنتها أوليفيا اللي اتخطفت من 6 سنين ولحد دلوقتي مش لاقيينها. وفي الحلم كريستين بتقرب من بنتها عشان تحضنها، ولكنها بتصحى فجأة وبتعرف إن ده للأسف كان مجرد حلم وبتفضل تعيط. وتاني يوم كريستين بتكون موجودة في شغلها وبيجيلها اتصال من الشرطة وبيعرفوها إنهم لقوا بنتها، فكريستين بتتصدم ومش بتصدق اللي بتسمعه وبتروح على اسم الشرطة، وهناك بتشوف طليقها جاستن واللي بيكون أبو أوليفيا وبيبقى وصل قبلها، وبتقول لهم المحققة سايمونز إن الشرطة لقت بنتهم على الطريق السريع بعد ما هربت من بيت الراجل اللي كان خاطفها. وجاستن بيسأل لو بنته تم الاعتداء عليها ولا لأ، فالمحققة بتطمنه وبتقوله إنهم كشفوا عليها وملقوش غير شوية كدمات بسيطة من الجري. وفي الوقت ده أوليفيا بتكون قاعدة مع المختص النفسي علشان يقيم حالتها قبل ما تتسلم لأهلها، والمختص بيقول إن هي كويسة وتقدر تروح وإنها مع الوقت هتتأقلم على حياتها الجديدة. وكريستين وجاستن بيشوفوا بنتهم لأول مرة وبيحضنوها، ولكن أوليفيا بتكون لسه مش مستوعبة اللي بيحصل لها، فبيروحوا كلهم على بيت كريستين واللي بتكون فرحانة جدا برجوع بنتها، وفي نفس الوقت بتكون متوترة. وكريستين بتسأل بنتها عن أي حاجة عايزة تاكلها أو تشربها، ولكن أوليفيا بتقول لها إنها مش جعانة، فكريستين بتدخل المطبخ علشان تعمل لها عصير وجاستن بيروح وراها. وكريستين بتستغرب من برود جاستن في تعامله مع بنته بعد كل المدة دي، فجاستن بيقول لها إنه مش عاوز يخليها تتوتر زيادة وإنهم المفروض يكونوا طبيعيين معاها علشان ما تحسش إنها غريبة. وبيروحوا يدوا العصير لبنتهم، فبيتخضوا لما بيلاقوها مش موجودة بره ولا حتى في أوضتها، وبيفضلوا يدوروا عليها لحد ما بيلاقوها نايمة في أوضة الضيوف، فبيطلعوا وكريستين بتقعد مع جاستن، فجاستن بيعتذر لها إنه كان دايما بيشجعها تنسى بنتهم وتكمل حياتها، وبيقول لها إنه كان فقد الأمل إنهم يلاقوها تاني، ولكن كريستين بتقوله إنها دايما كانت متأكدة من جواها إنهم هيجتمعوا هما التلاتة من تاني. وجاستن بيقوم علشان يروح بيته وبيقول لها إنه هيجيلهم الصبح وهيجيب فطار علشان ياكلوا سوا. وقبل ما كريستين تدخل أوضتها علشان تنام بتروح تطمن إن أوليفيا كويسة، وبنشوف إن أوليفيا صاحية ولكنها بتمثل إنها نايمة. وبيجي تاني يوم وكريستين بتدخل علشان تصحي بنتها ولكنها مش بتلاقيها في أوضتها، فبتنزل تحت وبتلاقي أوليفيا نزلت تعمل لنفسها مشروب، فكريستين بتقول لبنتها إنها خدت أجازة من الشغل علشان يعرفوا يقضوا وقت سوا. وأوليفيا بتسأل عن جاستن وهو ليه مش قاعد معاهم، فبتتوتر كريستين وبتقول لها إنه شوية وجاي لهم. وكريستين بتحضر لبنتها الفطار ولكن أوليفيا مش بترضى تفطر وبتخلي أمها تقعد جنبها، وده لأنها مفتقدة الاهتمام ده جدا. وأوليفيا بتبدأ إنها تلعب مع أمها لحد ما كريستين بتاخدها علشان تفرجها على ألعابها وصورها وهي صغيرة. وفي الوقت ده جاستن بيوصل للبيت وبيقعدوا سوا علشان ياكلوا، ولكن فجأة جاستن بيفتكر إن الأكل فيه جمبري وأوليفيا عندها حساسية منه، فبيمسك إيديها بسرعة وبيمنعها من الأكل، فأوليفيا بتتخض وبتجري على أوضتها وبتقفل على نفسها. وجاستن وكريستين بيطلعوا وراها علشان يطمنوا عليها، فأوليفيا بتقول لهم إنها كانت متعودة على الضرب علشان كده مش بتستحمل إن أي حد يلمسها، فجاستن بيعتذر لها وبيحضنوا بعض كلهم. وبالليل بيدخلوا أوليفيا علشان تنام وبيطمنوا عليها، وأوليفيا بتسأل أبوها لو هتشوفه لما تصحى ولا لأ، فبيطلع إنه هيبات معاهم. وأوليفيا بتقول لهم إنها في يوم من الأيام كان أقصى طموحها إنها تشوفهم وتقعد معاهم وبتشكرهم على كل اللي عملوه معاها. وبيناموا كلهم، وفي نص الليل أوليفيا بتروح تتأكد إن أبوها موجود ولكنها بتشوفه وهو نايم لوحده بعيد، فأوليفيا بتفهم إنهم منفصلين وبتتضايق جدا وبتدخل تنام جنب أمها. وكريستين بتتخض لما بتشوف حد نايم جنبها، فأوليفيا بتقول لها إنها خايفة لأنها جالها كابوس وشافت نفسها وهي مخطوفة، فكريستين بتطمنها وبتقول لها إنها في أمان دلوقتي وبتحضنها. وبيجي تاني يوم وكريستين بتكلم صديقتها آني علشان تمدلها الأجازة، وآني بتفرح جدا بخبر رجوع أوليفيا للبيت وبتنصح كريستين إنها تقضي وقت حلو مع عيلتها وما تفكرش في الشغل. وبتيجي سايمونز المحققة على البيت وبتقول لهم إن في 4 بنات مخطوفين في نفس المنطقة اللي لقوا فيها أوليفيا، وعلشان كده هي جت تسأل أوليفيا كام سؤال يمكن يقدروا يوصلوا للبنات دي. وسايمونز بتسألها لو فاكرة شكل البيت اللي كانت قاعدة فيه أو شكل الرجل اللي كان خاطفها، فأوليفيا بتقول لهم إنها بتحاول تنسى كل اللي مرت بيه وإنها مش عاوزة تفتكر حاجة، فالمحققة بتضغط عليها وده لأن أهل ال4
4 بنات مش قادرين يصبروا اكتر من كده، واوليفيا بالنسبه لهم الامل الاخير. فاوليفيا بتقول لها انها كانت موجوده في بيته معاها كام بنت ثانيه، ولكن الراجل فصلهم عن بعض وما كانوش بيقدروا حتى يتكلموا مع بعض. وبتتأثر أوليفيا لما بتفتكر وبتجري على أوضتها، وكريستين بتروح تطمن على بنتها وبتوعدها إنهم هيعدوا كل حاجة سوا. وبالليل جاستن بيحاول يخرج بنته من اللي هي فيه، وبيقول لها إنه جاب لهم لعبة جديدة والأسرة بتقعد كلها علشان تلعب، واللعبة بتكون عبارة عن كل شخص فيهم هيقول حاجة بيخاف منها. والدور بيجي على أوليفيا وبتقول لهم إنها بتخاف تنام لوحدها وخايفة تتخطف تاني، وبعدها بتبص لهم وبتقول لهم إنها خايفة في يوم تكون من غير عيلة، وبتسألهم ليه مخبيين عليها إنهم منفصلين، وبعدها بتنهار. فكريستين بتحاول تهديها وبتقول لها إنهم حتى وهم منفصلين هيفضلوا يحبوها طول الوقت. وبالليل كلهم بيروحوا لمركز التسوق علشان يشتروا لبس جديد لأوليفيا، وبالصدفة بيقابلوا بيس واللي بتكون صديقة الطفولة لأوليفيا، وبتروح معاهم على البيت. وكريستين بتلاحظ إن البنتين مش عارفين يتعاملوا مع بعض ولا لاقيين حاجة يتكلموا فيها، فبتقترح على أوليفيا تاخد بيس لأوضتها وتفرجها على اللبس اللي هي جابته. والبنتين بيطلعوا للأوضة وبتحاول بيس تشجع أوليفيا إنها ترجع المدرسة معاها من تاني، وبتقول لها إن كل أصحابها نفسهم يشوفوها وبيسألوا عليها. ولكن أوليفيا بتزعق في بيس وبتقول لها إنها مش صاحبتها الحقيقية وإنها سابت صحابها الحقيقيين هناك ومشيت. وأوليفيا بتتهمها إنها بتعمل كل ده علشان تروح تحكي لباقي المدرسة عن اللي عرفته عنها، فبيس بتزعل من اللي هي سمعته وبتمشي. وفي الوقت ده جاستن وكريستين بيكونوا تحت بيتكلموا وبيبقوا متضايقين إنهم مش قادرين يساعدوا بنتهم، وفي نفس الوقت بتضغط المحققة عليهم في الأسئلة. وبتيجي لكريستين مكالمة شغل وبتروح علشان ترد. ولو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك واشتركوا في القناة وانزلوا في التعليقات اكتبوا لي رأيكم. ولكنها بتشوف بيس نازلة تجري وبتخرج من غير ما تسلم عليهم، وجاستن بيروح علشان يطمن على بيس. فبيس بتحكي له عن كلام أوليفيا عن صحابها اللي هناك وعن اتهامها ليها انها بتستغلها، فجاستن بيهديها وبيعتذر لها وبيقول لها انها بس متأثرة من اللي عاشته هناك. ولكن بيس بتكون مش مقتنعة بكل ده وبتقول له انها شاكة ان دي اصلا مش أوليفيا. وجاستن بيدخل على البيت وبياخد كريستين على جنب وبيقول لها ان كلام أوليفيا متناقض، وانها في الاول قالت للمحققة ان الخاطف عازل البنات عن بعض، ولكن دلوقتي بتقول لي بس انهم صحابها وانها مش قادرة تنساهم. فجاستن بيقول لها انه بدأ فعلا يشك ان دي تبقى بنتهم. فكريستين بتتضايق من كلام جوزها وبتطلع تنام من غير ما ترد عليه، وبتلاقي أوليفيا مستنياها علشان تنام جنبها. واثناء ما هم نايمين كريستين بتصحى على صوت بنتها وهي نايمة وبتصرخ، فجاستن وكريستين بيفوقوها وبيهدوها وبيقولوا لها ان ده مجرد كابوس. وجاستن بيحس انها صعبان عليه لكنه برضه مش قادر يصدقها. وبيجي تاني يوم وجاستن بيحاول يقنع أوليفيا انهم يجيبوا المحققة من تاني، ولكن أوليفيا بترفض. وفي الوقت ده بتيجي مكالمة لكريستين وبتقوم. فجاستن بيقول لأوليفيا ان كلامها متناقض وانها قالت للمحققة عكس اللي قالته لبيس. فأوليفيا بتتضايق انه بيكذبها وبتقول له انها خارجة تتمشى وبتطلب منه ما يجيش وراها. وكريستين بتيجي وبتزعق له ان سابها تخرج لوحدها وبتخاف جدا عليها، والاتنين بيفضلوا يدوروا عليها في المنطقة اللي حواليهم. وفي الوقت ده أوليفيا بتكون راحت للمكان اللي بتقعد فيه بيس وبتتخانق معاها لانها السبب في ان علاقتها باهلها تتوتر. وكريستين بتفضل تدور على بنتها لحد ما بتلاقيها قاعده لوحدها في الشارع، فبتقول لها انها كانت خايفه تفقدها من تاني. فاوليفيا بتزعق لامها وبتقول لها انهم مش مقدرين الخطر اللي هي كانت فيه وانها كانت مسجونه عند راجل مش بيرحم حد، ورغم كده خطرت بحياتها وحاولت تهرب لمجرد انها ترجع لهم وهم مش مقدرين كل ده وبيحاولوا يجبروها انها تتكلم. فكريستين بتحضنها وبتعتذر لها وبتقول لها انهم بيحبوها ومش قاصدين يضايقوها. وكريستين بتلاحظ ان جاكيت بنتها متبهدل ولكنها مش بتسألها. وبيوصلوا على البيت وأوليفيا بتدخل علشان تنام، وجاستن بيقول لها انهم لازم يعملوا تحليل DNA وان دي الطريقة الوحيدة اللي هتأكد لهم اذا كانت فعلا بنتهم ولا لا. فكريستين بتقول له انهم هيعملوا كده من غير ما يقولوا لها السبب علشان ما يحرجوهاش. وكريستين بتدخل اوضتها علشان تنام وأوليفيا بتيجي علشان تنام جنبها. كريستين بتحس انها خايفة من بنتها وبتكون نفسها ترفض انها تنام معاها ولكنها مش بتقدر. وبيجي تاني يوم والمحققة بتقابل جاستن وبتعرفه ان بيس اتعرضت للضرب امبارح من أوليفيا وان اهلها رفضوا يبلغوا عن أوليفيا، وده لانهم عارفين الظروف اللي عدت بيها. فجاستن بيحكي لكريستين على اللي عرفه، فبتقوله انها تاخد بنتها معاها المشوار. وبيوصلوا الاتنين على مكان التزلج وبيشوفوا الاطفال وهم بيلعبوا. وكريستين بتقول لبنتها انها كانت بتحب المكان ده قوي وعلشان كده قررت تجيبها هنا. فأوليفيا بتستجيب للكلام وبتقول لها انها بتحب المكان ده فعلا. فكريستين بتتصدم
وبتقول لها انها كانت بتكذب عليها وان ده المكان اللي بنتها اتخطفت فيه من زمان. وكريستين بتفهم ان دي مش بنتها وانها كل ده كانت بتخدعهم، وبتشك انها تكون واحده من الاربع بنات المخطوفين، وده لانها عارفه تفاصيل كتير عن البنات دول. فالبنت بتتوتر وبتكون عايزه تهرب بسرعه، ولكن كريستين بتوقفها وبتسالها بنتها اوليفيا عايشه ولا لا. فالبنت بتقول لها انها كانت عايشه لحد ما هربت من البيت. فكريستين بتفرح ان لسه في امل انها تشوف بنتها، على عكس البنت اللي بتحس انها كده خلاص ملهاش مكان تقعد فيه. فكريستين بتطمنها وبتقول لها ان عيلتها اكيد بتدور عليها، وبتاخد البنت معاها للعربيه. والبنت بتقول لها ان اسمها الحقيقي ناتالي. فكريستين بتستغرب، وده لان مش اسم اي واحده من الاربع بنات. فناتالي بتقول لها انها تاخدها على بيتها وهناك هتفهم كل حاجه. وكريستين بتقول لها ان اهلها اكيد مستنيينها وعايزين يشوفوها. وبيوصلوا على بيت ناتالي وبتبدا تحكي لكريستين قصتها، وبتقول لها ان هي مش واحده من البنات المخطوفين وانها بنت الراجل اللي خطفهم كلهم وان ده بيتهم. وكريستين بتتصدم لما بتعرف ان بنتها موجوده جوه، وبتحاول تتصل بالشرطه ولكنها مش بتلاقي شبكه. فناتالي بتقول لها ان عربيه ابوها مش موجوده وده معناه انه مش هنا. وبتاخد كريستين وبتنزل علشان توري لها بنتها. وبيوصلوا على الاوضه وناتالي بتفتحها لانها عارفه كل الارقام السريه، وده لان هي اللي كانت بتدخل الاكل للبنات قبل ما تهرب. وكريستين بتشوف بنات كتير ولكنها مش بتلاقي اوليفيا فيهم. فكريستين بتعيط وبتخاف ليكون الراجل قتل بنتها. واثناء ما هم بيدوروا بيسمعوا صوت عربيه الراجل، فبتخرج كريستين وناتالي بسرعه. وكريستين بتوعد البنات انها ترجع لهم تاني وتنقذهم. وبيشوفوا الراجل واقف وجنبه اوضه تانية قريبه منه، وبمجرد ما بيمشي كريستين بتجري على هناك وبتفتح الباب بالرقم اللي ناتالي قالته لها، وبتلاقي بنت نايمه جوه وبتعرف انها تبقى بنتها اوليفيا. واوليفيا بتحضن امها وبتقول لها انها كانت متاكده انها ترجع لها وتاخدها. وبتروح كريستين علشان تهرب مع البنات بسرعه، ولكن ناتالي بتحس انهم خلاص لقوا بعض ومش هيحتاجوها. فبتنده على ابوها واللي بمجرد ما بيشوفها بيزعق لها وبيقول لها انه وثق فيها وهي خانته وهربت. وبيصارحها وبيقول لها انها اصلا مش بنته ولكنه كان بيعطف عليها. وبيمسك ايد ناتالي وبياخدها علشان يحبسها، ولكن كريستين بتيجي وبتقوله انها مش هتسيبه بعد اللي عمله فيها وانها بلغت الشرطه وانه خلاص هيتمسك. والراجل بيكون عايز يهرب ولكن اوليفيا بتيجي من ظهره وبتضربه على راسه وبيحاول انه يقوم، ولكن ناتالي بتيجي وبتضربه هي كمان لحد ما بيفقد الوعي. وبعدها الشرطه بتقبض عليه وبنعرف ان اسمه جون وانه كان خاطف اكتر من 5 بنات. والشرطه بترجع كل البنات دي لعائلتهم. وبتعدي سنه وبنشوف اوليفيا وناتالي عايشين مع كريستين وجاستن بعد ما رجعوا لبعض، وبيكونوا كلهم عايشين سوا وبيبان انهم اسره سعيده جدا. وناتالي بتشوف جنبها طبعه اوليه للروايه اللي اصدرتها دار النشر اللي بتشتغل فيها كريستين، وبتعرف ان كريستين قررت انها تحط فيها قصتهم علشان يكونوا امل لاي عيله تانية فقدت ابنها. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لي لايك واشترك في القناه واكتب لي رايك في الكومنتات.